اجي واش في راسك اذا الباترون ديال الشركه عطاك شي توبيخ كتابي ظلما وعدوانا يمكن لك تدعيه وانت خدام معاه؟ يمكن لك تمشي للمحكمه وترفع به دعوه فابور، ما تخلص لا صندوق المحكمه، ما تخلص لا تنبر، ما تخلص حتى المحامي. الدوله عفات عليك من هاد المصاريف كامله. اجي تعرف كيفاش وببساطه. سعيد كان خدام على راسو، ما به ما عليه، حتى وقف عليه الشاف ديالو تيقول ليه سير لقسم موارد البشريه راه بغاوك. الله يسمعنا خير. هادشي اللي قال سعيد في خاطرو. فاش وصل عند موظف الموارد البشريه سولو، قال ليه السيمانه اللي فات مشيت للمرحل بلا ما تقولهاش الشاف المباشر ديالك. سعيد جاوبو قال ليه ما لقيتش الشاف ديالي في الموضع ديالو، عييت ما نتسناه وقلت للشاف اللي فوق منه ومشيت للمرحل لحقاش خصني ندير هاد التقطيره العينيه. عيطوا على الشيفان ديالو بجوج ولكن نكرو باللي راجع عندهم. واخا هكاك عطاوه الاستدعاء وداروا ليه محضر الاستماع. راه فيت هضرنا كيفاش يدار محضر الاستماع، غادي تلقاوه الفوق. من بعد عطاوه توبخ كتابي وغادي تمشي ليه المنحه لمده 3 شهور. سعيد درو راسو، واش مشيت المرحاض غادي تعطى ليا هاد التوبخ كتابي؟ وانا اش ندرت كاع مالي قتلت الروح؟ ياك مشيت غير ندير الدواء العينيه، ما سبيت حد، ما دابس مع حد، ما كميت حشيش، ما سرقت شي حاجه، وعلاش هاد الحقره هادي كامله؟ ودابا اشنو خصني ندير باش يتحيد ليا هاد العقوبه هادي؟ والو. عيا ما يدور عليهم حتى واحد ما وقف معاه، حتى واحد ما عطاه راس الخيط. ناظم مشى مفتش هاد الشغل باش يدير شكايه تما. قالوا ليه تما سرفع دعوه في المحكمه وطعن في هذاك التوبيخ الكتابي. هنا قال مع راسو انا ما مكفي مع الزمان، عاد زيد ثمن المحكمه والمحامي. جاب الله تلاقى مع واحد الديليغي في الشركه فاهم مزيان. سولوا الديليغي اجي اشنو قالوا لك في مفتش هاد الشغل؟ جاوبوا سعيد قالوا لي طعن في المحكمه. ثم قال له الديليغي ايوا سير طعن صاحبي، المحكمه راه فابور ما غادي تخلص ساريه لحقاش العمال الدوله عطيهم هذا الحق هذا. تعجب سعيد وعجبو الحال، كيفاش غادي نطعن؟ هنا بدا الديليغي تيشرح ليه تمشي تكتب واحد الشكايه عند كاتب عمومي وتحطها في المحكمه وتسنى نهار الجلسه اللي غادي يكون تما حتى المحامي ديال الشركه والمحكمه اذا حكمت لصالحك راه غادي يردوا لك المنح اللي داو لك ويحيدوا عليك العقوبه ويمكن لك الطلب حتى بالتعويض. سعيد عجباتو هاد الهضره ديال الديليغي غوت اواه واش بصح هاد الشيء؟ ايه بصح سي سعيد، اذا كنتي تشوف هذيك العقوبه اللي عطاوك راك مظلوم وماشي من حقهم يعطوها لك، ودرتي جميع المحاولات باش يتراجعوا عليها وما بغاوش. القانون عطاك انك تمشي تطعن فيها في المحكمه. كيفاش دير وشكون هي المسطره اللي غادي تتبع؟ اولا اسي سعيد خصك تعرف واحد المبدا ديال المساعده القضائيه. هذه المساعده القضائيه تتعطى لهذوك الناس اللي ما عندهمش القدره باش يخلصوا المحامي ورسوم تسجيل الدعوه والخبره. هذه المساعده القضائيه تتعطى في جوج ديال الحالات: عن طريق الطلب، بمعنى اللي بغاها خصو يدير واحد الطلب لوكيل الملك ويجمع شي وثائق، شهاده الاحتياج اللي هي شهاده الضعفيه، شهاده الاعفاء من الضرائب، البطاقه الوطنيه. والحاله الثانيه بقوه القانون، بمعنى القانون تيعطيك المساعده القضائيه بلا ما تطلبها اذا كنت عامل في شي شركه طبقا الماده 273 من قانون المسطره المدنيه اللي تتقول بان العامل يستافد من المساعده القضائيه سواء كان رفع دعوى ضد المشغل ولا المشغل هو اللي رفع به دعوى، حتى الورثه ديالو يمكن لهم يستافدوا منها. دابا عرفتي يا سي سعيد بان المساعده القضائيه من حقك لحقاش انت عامل، ولكن كيفاش غادي دير ليها؟ اولا تكتب واحد المقال افتتاحي. المقال الافتتاحي هي الشكايه اللي خصك تحط في المحكمه، تكتبها عند كاتب عمومي ولا تكتبها براسك. النموذج ديالها راني حطيته لك لتحت، ما عليك غير تيليشارجيه وتعمرو. هذا المقال الافتتاحي تشرح فيه بان الفعل اللي درتي ماشي خطا جسيم، وتكتب فيه الاسباب علاش وكيفاش. من افضل يكون هذاك الشيء مختصر مزيان. دابا انت كتبتيها، غادي دير منها 3 ديال النسخ، كل نسخه غادي دير معها نسخه من ورقه الاداء، نسخه من البطاقه الوطنيه، ونسخه من قرار العقوبه اللي عطاتك الشركه، واي ورقه غادي تحتاجها باش تدعم الشكايه ديالك، وتديهم للمحكمه الابتدائيه. فاش تمشي للمحكمه الابتدائيه تما غادي تسول على قسم نزاعات الشغل، من تما عند واحد الموظف تيقولوا ليه كاتب الضبط، غادي تعطيه هذوك 3 النسخ، غادي يخلي عنده جوج وحده غادي كاشيها ويعطيها لك. بعد يومين ترجع عنده باش تاخذ رقم الملف الدعوه اللي حطيتي، ومتى غادي تكون عندك جلسه في المحكمه. نهار الجلسه كون على بال، محامي الشركه غادي يحط واحد المذكره جوابيه تيرد على المقال الافتتاحي اللي حطيتي انت، وانت عاوتاني خصك ترد عليه بواحد المذكره تتسمى المذكره التعقيبيه، تكتبها عند كاتب عمومي او تكتبها لراسك، تمشي تنسخها وتديها للمحكمه. كاين بعض القضاة تيبغيو يزربوا في هذه القضيه، تيقول لك غادي نعطيك ساعه تكتب تعقيب ديالك على المذكره الجوابيه ديال محامي الشركه، وهنا خصك تكون موجد راسك. القصه ديال سعيد هي قصه حقيقيه، خدمنا معاه في هذه القضيه، كتبناها ليه وصفتنا ليه في الواتساب، وديك الساعه داها للمحكمه، وفي النهايه ربحهم وحيدوا ليه العقوبه وردوا ليه المنح للدوله.
علاش ربحوا؟ لان المحامي ديال الشركه كان عارف بان هذاك ماشي خطا جسيم. هذاك الشيء باش بدا المذكره الجوابيه ديالو على حاجه واحده، ان العامل كان عليه ينصب المحامي طبقا لقانون المحاماه الماده 31. وحنا ردينا عليه في 30 دقيقه بان الماده 273 من قانون المسطره المدنيه منحت العامل الحق الاستفاده من المساعده القضائيه بقوه القانون. وذكرنا ليه بان حتى الماده 31 من قانون المحاماه تتنص على ان هناك استثناءات ترفع دون محامي في القضيه البسيطه المعروضه على المحكمه الابتدائيه. اذا كان هذا الفيديو فاتكم بارطاجيوه مع خوتكم، وكتبوا لي في التعليق شكون هي المواضيع اللي تهمكم بغيتو نهضروا فيها في المستقبل. وشكرا.